معايا النهارده اليوم الثاني في معرض ايفرست العقاري المهندس شادي سعيد، السي او لشركه انتجريتد سوليوشن. هيبتدي يقول لنا النهارده عن رايه في معرض ايفرست اللي بيقام في ارض الكويت، وايه الفرق ما بين معرض ايفرست واي معرض تاني. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. الحقيقه احنا مع شركه ايفرست بقالنا دلوقتي 8 سنين تقريبا بنطلع معاهم الدورات بتاعتهم كلها، سواء في الكويت او في قطر او ايفن في مصر. شركة ايفرست من أهم، ويمكن هي أهم شركة من الشركات المنظمة للمعارض في دول الخليج، وبدأت أخيرا كمان في مصر، من الناحية التنظيمية سواء إداريا أو فنيا أو حتى من الناحية التسويقية للمعرض نفسه، وعدد العملاء اللي بيقدروا يجذبوهم للمعرض وجودتهم كمان. المعرض بيبقى بس تسويق ولا ممكن نقابل مشاكل أخرى في قلب المعرض؟ لا طبعا، المعرض ليه مشاكل كتير. يعني المعرض بيبتدي الاول من الاجراءات الاداريه، من اول استخراج رخصه المعرض نفسه والورقيات المطلوبه، خصوصا في دوله الكويت ليها وضع خاص شويه، متطلباتهم الورقيه والمستنديه كبيره جدا. كل ده المنظم هو اللي بيقوم بيه، شركه ايفرست هي اللي بتقوم بيه، لغايه تحديد المكان والقاعه اللي بيتم فيها المعرض وحجز الاقامات واستخراج الفيزا للفريق العمل اللي جاي. كل دي حاجات اداريه، غير النواحي بقى التسويقيه والفنيه الخاصه بالمعرض، الخاصه بجذب العملاء ان هم يجوا. الموضوع ما بيبقاش صغير يعني، وبيحصل مشاكل مع منظمين اخرين كتير يعني. قولي انت ايه رايك في المعرض؟ احنا بادئين امبارح والنهارده فاضل لنا يومين. الحقيقه امبارح الافتتاح كان كويس قوي. امبارح كان يوم جيد، يعني عدد الزائرين كان كويس. النهارده الخميس عامه العدد بيبقى اقل شويه عشان العائلات بيخرجوا وكده. الجمعه والسبت هو بيبقى المين تارجت او الهدف الرئيسي للمعرض، لان هو ده الاجازه، الناس بتقدر تيجي بشكل عام. بس احنا عامه معارض ايفرست الترافيك او عدد الزائرين بيبقى جيد وجودتهم كويسه، لان ممكن يبقى العدد كبير لكن الجوده بتاعت العميل اقل شويه. احنا الجودة هنا تقريبا كويسة صح؟ طيب شركة انتجريتد عايزين نسمع عنها شوية. يعني هي أولا سكني ولا بنتكلم في تجاري ولا إداري ولا ده مشروع كامل؟ احنا شركة انتجريتد سوليوشن بقى لها دلوقتي 20 سنة. بدأت كاستشاري معماري، وبعدين شركة مقاولات، ثم دخلت مجال التطوير العقاري. أول مشروعاتنا كان في حاجات سكنية كلها في مدينة هليوبلس الجديدة والتجمع الخامس. بعد كده انتقلنا ان بجانب المشروعات السكنيه بتاعتنا بقى في مشروعات اداريه وتجاريه، وهي دي اللي احنا مركزين فيها اكتر دلوقتي. تجاري واداري، المساحات بتبدا من كام تقريبا؟ التجاري بيبتدي من حوالي 35 متر اب تو 400 متر. الاداري مينلي بيشتغل في رينج من 50 لغايه 70 متر، او يتكرر يعني يبقى وحدات يتم ضمها الى بعضها. احنا في المعارض بتفرق السكني من التجاري من الاداري؟ فرق كبير. العميل للسكني هو ده التارجت الاساسي بتاعه، ان هو بيسكن فيه. لو بنتكلم خارج مصر، خارج مصر الاتجاه العام بيبقى استثماري اكتر بشكل عام، لان هو مش عايش في مصر، او مش هي دي الوحده اللي هيعيش فيها في مصر. هو بيستثمر في عقار. الاستثمار في العقار بشكل عام بيبقى ليه توجه سكني، لو انا باخد استثمار عقاري امن ان هو ممكن يبقى استثماري او استخدمه فيما هو لاحقا يعني. وهناك استخدام عقاري في الوحدات الاداريه او التجاريه، دي العائد على الاستثمار بتاعها اعلى كتير جدا يعني، سواء ان انا بعمل لها ايجار او بفتح فيها مشروع خاص بيا على حسب مجال الشخص او العميل اللي بيشتري. لكن اتجاهها في دول الخليج اكتر من مصر طبعا، لان هو بالنسبه له بيستثمر، العائد على الاستثمار بتاعه بيبقى اعلى كتير جدا. طيب احنا في حاجه كده بنفاجئ بيها العميل وهو قاعد معانا، اوكي؟ اي حد بعمل معاه انترفيو لازم يدي اوفر للمشاهد اللي هيتفرج عليه بعيد عن المعرض. ايه الاوفر بقى اللي هيجي لك عن طريق البرنامج؟ يعني لو الناس دخلت سألت وقالت انا عايز في المشروع ده، ايه الاوفر اللي هتدوله؟ احنا عاملين اوفر وهنضيف عليه خصم 5% لاي عميل يبقى قادم من خلال البرنامج بتاع حضرتك. انتجريتد سوليوشن وعدنا بخصم لأي عميل يبقى قادم للشراء من خلال برنامج حضرتك. اعلى شركه ادتنا نسبه خصم. انا لو مكانكم هبتدي على طول اجيب الفيديو ده واروح له واقول له احنا عايزين الديسكاونت بتاع ال5%. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله الناس هتقول لي عملت لهم خصم ولا لا.